رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين ومملكة الحب، الفقرة اللي دكتورة هالة وعدانا أنها تستكمل فيها الجزء الثاني من الحديث عن كتابها القيم مملكة الحب. أهلا بيك يا دكتورة هالة، منورانا. مساء الخير يا دكتور هالة، وأهلا بيكي معانا ومع كل متابعيكي. احنا متشوقين ان احنا يعني من الاسبوع اللي فات ان احنا نكمل النهارده عن الحوار عن الحب ومملكة الحب. اولا من المره اللي فاتت في معلومتين بس عايزه اقولهم كده، اضيفهم الموضوع المره اللي فاتت. معلومه بتقول احنا دايما لما بنحب بيهدوا بعض ورد. انتوا عارفين اصل الحكايه دي؟ المصريين القدماء الفراعنه، تخيلوا من ايام الفراعنه وعلى جدران المعابد زهره اللوتس موجوده فعلا الحكايه دي على المعابد، بالذات معابد الاقصر، وكانوا بيحتفلوا بالحب في احتفالات كتير جدا وبيسموها الوليمه. يعني برضو احنا عشان تاخدوا بالكم احنا حكايه الاكل دي عندنا ازليه، عندنا وليمه النهارده، الوليمه احتفاليه كبيره، احتفاليه. الورد ليه دلالات وانت برضو وضحتيها في كتابك. ده كتير بقى، مش عارفه الورد الاحمر يبقى ايه، ورده تبقى ايه، وردتين تبقى اصفر مش كتير اللي عارفين بس ده موجود بالتفصيل يعني في الكتاب. كمان العدد سواء العدد كان ورده او وردين او كده يعني، واللون والعدد ده بيختلف. تعبير يعني بيقول لك الاصفر للغيره، مش عارفه الاحمر للحب كده. طب ليه الشوكولاته؟ الشوكولاته والله انا بفضل الشوكولاته. لا انت الايس كريم لا انا عارفه حافظاكي. داليا عندها هاله جيب لها ايس كريم تبقى بتحبها. لا لو بتحبني هات لي ايس كريم. المعلومه الثانيه اللي عايزه اقولها، احنا دايما نربط كمان الحب بالعيون. لغه العيون. وده حقيقي لانه الدراسات كتير بتقول انه البادي لانجويج ومنها طبعا العيون لها 55% من التاثير على الناس. فالعيون دي اساسيه جدا. لغه العيون. وبعدها هتستغربوا انه 37 او 38% له علاقه بنبره الصوت. صحيح. نبره الصوت، احب يعني حد من صوته. انت لما الاول اركز معاه في عينيه علشان اخليه ينتبه ليا، وده كلام برضو دكتور هالة وكلام علمي على فكره. ايوه يا جماعه، ده اللي قاريه الكتاب. استني لا المره دي العكس. الموضوع ده مزعل شيماء جدا. ده اللي قاريه الكتاب وانا ما قريتوش، فاكره؟ فداليا حضرتي المسرحيه من غير داليا واحده لوحده بالظبط كده. وتخيلوا بقى هي وضحت الجزئيه دي، هي حاجه علميه. يعني لما تحبي انك انت تخلي حد ينجذب ليكي وينتبه للحوار بتاعك، بصي له في عينيه عشان يحصل كونتاكت، اتصال ما بينك وما بينه. فدكتور هالة الجميل ان هي كل ما بتقول لك راي او بتعرض لك فكره بتدعمها من خلال بحث، من خلال مقوله، من خلال ايه قرانيه. يعني في الحقيقه كتاب يعني مبذول فيه جهد اكثر من رائع. ربنا يكرمك ومش تحيز. ربنا يكرمك حبيبتي. وتخيلوا بقى 7% للكلام. لا تاني، احنا قلنا 55 البادي لانجوج بما فيهم الاي كونتاكت، التواصل بالعين. طبعا بعد كده كام؟ 38 الصوت، نبرة الصوت. احب نبرة الصوت ولا اعتادها؟ يعني لما يكلمني حد بحبه، انت اصلا في صوت يجذبك. يبقى اذا يعني هو العادي ان انت لما بتحبي حد بتحبي صوته. يعني كانه عبد الحليم حافظ. يعني عارفه لما بتبقي حابه. طب ما نخليها ملاحظينها على الطبيعه. يعني لما بيحصل مثلا كده، يعني في اتنين بيحبوا بعض، تلاقيه هو صوته مثلا غليظ كده وقوي، ولكن لما بيجي يكلمها تحسي ان هو عصفور. يعني نبره. وهي كذلك برضه. وهي حتى لو هو صوته غليظ هي حباك، هي سمعاه بنبره ثانيه وبتون ثاني. بالظبط. صحيح. 3 غير بقى 3 الكلام. من الكلام، نوعيه الكلام. هل مثلا انت بتحبي كلامه ولا انا بجذبك بكلامي؟ يعني انا لو عايزه حد يحبني اهتم بكلماتي. طبعا. اوكي. فدي دراسه يعني اساسيه، يعني معروفه حاجة جدا، علمية. يعني حاجه علميه جدا. فدول المعلومتين اللي كنت عايزه اقولهم من في الحلقه اللي فاتت. السؤال بقى زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، انه الحب رزق. انما احافظ عليه لازم ابذل مجهود. طيب
المفروض اتفق على ايه، او ايه اللي ممكن اعمله عشان احافظ عليه. انا بشوف ان من اول الحاجات اللي يجب الاتفاق عليها انه نعرف انه الراجل والست سواء. يعني ايه؟ انا مش بتكلم على المساواة بين الرجل والمرأة، لا، بتكلم على انه انت عندك مشاعر وكرامة، هي عندها مشاعر وكرامة. انت بتخطئ، هي بتخطئ. هي قلبها كبير، المفروض انت يبقى قلبك كبير. احنا الاتنين بشر، احنا الاتنين ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا زي بعض. صحيح. يعني قال لك السارق والسارقة، الزاني والزانية. اوكي، ما قالش انه ده له حساب وده له حساب. لانه للاسف دي مشكله موجوده في بيوتنا كلها، انه لا ده راجل. يعني لدرجه انه الاهل لما الزوج يخون عادي استحملي العذر، استحملي نزوه مش طب وبالنسبه لو هي خانت مرفوض، دي تتقتل، يقام عليها الحد فورا. لان هو يعني احنا كنا اتناقشنا في لقاء من اللقاءات الماضيه برضو مع الدكتور في الجزئيه دي، فكره المجتمع الذكوري او النزعه الذكوريه. يعني قومي عشان تحضري الفطار لاخوكي، قومي عشان تعملي لاخوك، في حين الادوار يجب ان هي تكون موزعه. لان انا بعمل كده في ابني، انا هخليه زوج فيما بعد غير مسؤول وزوج اناني. مظبوط. فبرضو حضرتك وضحتيها في الكتاب انه احنا الاثنين بشر، يعني احنا الاثنين بنغير، وارد ان انا اخطئ، وارد ان انا اصيب، بنخطئ احنا الاثنين. طب بالنسبه للنقطه دي بقى يا دكتوره هاله، خليني اسالك يعني هل فشل كثير من العلاقات لو سميناها علاقه حب بتبقى ناتجه من انه احنا بنربي اولادنا الصبيان على انه هو له نوعيه من المشاعر غير الست، وان الست تبقى مترتب عليه؟ يعني انت العادي يعني هو بيفشل بعد كده، احنا مش بنفيده، يجي يدخل في علاقه هو ما بيشوفش ان هو اللي فاشل، هو بيشوف ان هي اللي افكارها غريبه، بس بيترتب عليه على الفشل مشاكل بالنسبه له. هو في النهايه هو فاشل ومترتب عليه مشاكل. يعني هو لازم يعرف يعني ان هي كمان عندها احساس ان هي كمان ممكن تغير. يعني فاهمه انه هي محتاجه حاجات معينه لازم يغطيها لها، وان هي ممكن تخطئ. يعني في رجاله كتير جدا تلاقيهم بره زي الفل، ويجي بقى قدام مراته تعبان وزعلان وغضبان وي ما انت اللي لازم تستحمليني. صح. طب انا بقى لو في نفس الوضع انت هتستحملني؟ لازم يبقى علاقه تبادليه دي، لازم يبقى فبالظبط لازم احنا الاثنين نعرف انه كل واحد له حقوق وواجبات، وكل واحد له احاسيس وله احتياج للاخر. بالظبط، كل واحد في احتياج فدي اساسيه، والاحتياج مش حاجه نزعل منها. الناجحه ما بين اي اثنين ان كل واحد يبقى عارف دوره، وكل واحد يحترم يعني حقوق الاخر. بسميها اكتر احتياجات يعني، ومش المفروض يبقى الواحد مكسوف. يعني انا متصوره ان كل انسان محتاج لمشاعر سواء راجل او ست، ومش مش المفروض يبقى متضايق او حاسس بنونيه انه بيطلبها. لا طبعا. هو يعني لا، اللي اقصده كمان انه لازم كل طرف يعرف احنا الاثنين بشر بالزبط. واحنا الاثنين ربنا هيحاسبنا زي بعض. فما تقوليش انا راجل صحيح على اساس ان انت تعمل اللي انت عايزه. ده مش مبرر، مش حقيقي. صحيح، مش حقيقي. نقطه تانية مهمه جدا، ناس كتير بتعتقد انه نجاح البيت مسؤوليه الست. مش حقيقي. أيوة مين اللي قال؟ هو مش احنا اتنين في البيت؟ يبقى مسؤوليتنا احنا الاثنين. صحيح. مفيش حاجه اسمها كده. وفشل الولاد مسؤوليتنا احنا الاثنين، ونجاح الولاد والولاد لهم عليهم مسؤوليه هم كمان. يعني فما ينفع، لازم نبقى متفقين. عارفه اللي يجي يقول لك ابنك حصل له وابني نجح. بالظبط بالظبط. فلازم نبقى متفقين ان دي مسؤوليتنا احنا الاثنين. صح. بس يعني في بعض ازواج بيلقوا يعني باللوم في تربيه الابناء على الزوجه او على الام. شوفي ابنك يا هانم، ابنك لغايه دلوقتي ما جاش، ابنك جاب نتيجه في المدرسه كذا. طيب. لا، هي دورك برضو معاها. اتكلمنا في ده وقلنا انه في بعض الستات هي اللي بتطلب ده،
انه مالكش انت بتربيه بس الاولاد. ده مش صح. اتكلمنا لا، وقلنا انه مش لا مش صح. فلازم صح. مشاركه. هي مشاركه. صح. في نقطه لطيفه قوي، لازم يتفقوا انهم يبقوا سعداء. قرار. السعاده قرار واتفاق. قرار. هتقولوا لي طب ما كمان ما كل الناس عايزه تبقى سعداء. اولا انتوا فاهمين يعني ايه سعاده؟ طيب انتوا ايه المجهود اللي بتبذلوه علشان تبقوا سعداء اصلا؟ السؤال لطرفين العلاقه يعني. بالظبط. انا عايزه ابقى سعيد، ماشي زي الفل. عملت ايه بقى؟ عملت ايه المجهود عشان تبقى سعيد؟ اللي عملته علشان تبقى سعيد؟ ما هو لانه ده محتاج مجهود. دي مهاره ان الواحد يتعود يبقى سعيد. لو يعني مش عندي اكتسبها، يعني زي لو ما أنا مش شيماء عندي. مثلا بتعمل حاجه جميله جدا، بتحاول طول ما هي قاعده تغني. بغني. ده بيبعث للسعاده، ده بيدي اشارات لعقلها الباطن ان هي سعيده. بس ده يخلينا نقول ايه، ان كل انسان لازم يكتشف في نفسه ايه الاشياء اللي تسعده. والله عليك. صح. شفت؟ صح يا داليا. فز. الله أكبر. انا ماليش حل والله. شخصيه قويه. بالظبط، لانه من حد للتاني تختلف. يعني زي ما قلت من شويه، حد هيجيب لي ورد نسبية. من الصين، السعادة بس والرضا هيجيب لي دي آيس كريم. هيساعدني اكتر. صح. فاهمه؟ صح. حد ممكن يعني جوزك ممكن يعزمك على وليمة. اوتيل 5 ستارز أوكي. ما تبقيش مبسوطه. عادي. المهم ده انت تخيل لو مشاكي على الكورنيش مثلا او ممكن جاب لك ألبس ورده، هتكوني في غايه مثلا. طب السعادة. المود بيتغير؟ يعني السؤال بقى، انا دلوقتي لو انا مثلا سعيده ان انا النهارده زي ما داليا بتقول مشاني على الكورنيش، ما مش معقول كل ما ابقى عايز، يعني ممكن مودي النهارده عايزه اقعد في بالظبط. الهواء، بالظبط. مودي بعد كده طبعاً. عايزه ايس كريم زي ما طبعاً. بتقولي، عايزه ورد. لا. كل واحد، وهي برضه نفس الحكايه، لانه في ستات متعبه، في ستات انا بتهد انا في الجزئيه دي زي ما قلت اول حاجه، بالانس. احنا الاثنين واحد. واحد. هو له حاجات، ما هو ممكن، يعني في نقطه تانية بنتكلم على الاختلافات. ما احنا كنا بنتكلم في الكوره من شويه، عكننه ماتش الكوره بالنسبه للراجل يا ستات، ما بعدها على البيت عكننة. كله وعلى الولاد وعلى الزوجه. خلوا بالكم يعني، هو كنتوا بتتلاشوهم. هو ده دي من بيسعده. اهتماماته اللي لازم تراعيها. لا انا بتكلم ده بجد. بيسعده. تبقي ذكيه بقى تبقي ذكية. ورائعه، مش سيبيه في حاله، تشاركيه. بالظبط. لما يجي يتفرج على الماتش تقعد تتفرج تقعدي معاه. تتفرجي وشجعي تعلمي. وتعلمي ايه التكات اللي عادي. وهو ما هو يتعلم يهتم بالفاشن ويهتم بالمسلسلات التركية. حتى لو ما تعلمش، مجرد مشاركه بس، يعني مجرد مشاركته يعني، مثلا او يحسسها ان هو مشارك. انا بحب مثلا الحفلات، اوكي. هو ما بيحبش. بالظبط. طب تعالى معايا حفله صح. واجي معاك ماتش. يعني عارفه ازاي؟ حلو يعني الإحساس ده. هي المشاركه دي في حد ذاتها النقطة. بتبقى شيء جميل. كل ده يحافظ على المشاعر. العلاقه، زي ما بنقول يكون يخلينا مدة سعداء. الحب ويخلينا سعداء. ولا السعاده هي اللي بتطول؟ يعني احنا لما نحرص على بعض فنبقى سعداء، فبعد كده يطول مده الايه؟ الحب. ما هو احنا نتفق ان احنا نبقى سعداء، صح. لما نبقى سعداء اكيد الحب هيطول. اوكي. يعني هيستمر. ما احنا اتنين لطاف في البيت، صحيح. مبسوطين، صحيح. هننكد على بعض ليه؟ صح. فهنبقى عايزين نكمل. عايزين نكمل. بالظبط. من ضمن الحاجات اللطيفه ان احنا نتفق نبقى اصحاب. تلاقي اتنين اصدقاء لطاف جدا حلوين قوي، وبعدين يحبوا بعض يحصل او ارتباط. يتخطبوا او يعني اوكي يبتدوا يتخانقوا. طب ما انتوا كنتوا صحاب حلوين يا جماعه. بيدخل هنا بقى جزئيه، ليه الغيره تطلع يغيروا من بعض ولا على بعض؟ على بعض. على بعض. حبوا بقى. يغيروا على بعض. اوكي، فيغيروا على احنا بعض. كنا لسه بنتكلم في نقطه قريب، انه بقى كمان الشباب يغيروا من بعض. يعني واحد ومراته بيغيروا من بعض. ده دي موضوع جزئية تاني. دي جزئية تانية. دي جزئيه تانية. انما انه اللي بيخليك تتخانق مع، يعني احنا كنا اصحاب، اوكي، انا وصديق ليا مثلا من ايام الجامعه، من ايام المدرسه، اوكي، وبعدين لما كبرنا مثلا استوعبنا انه طب ما احنا متفاهمين حلو، فبقى اتخطبنا. طب اوكي، ابتدينا نتخانق. يحصل ليه بقى؟ ايه السبب؟ رغم ان احنا كنا اصدقاء متفاهمين جدا، ولكن اول ما حصل ارتباط ما بيننا بدا يكون في مشاكل، نقط خلافيه يعني، او مشاكل. بنغير على بعض. الغيره طلعت بقى، الغيره والتملك، جزئيه اللي هو دي بتاعتي لوحدي وبتاعتي لوحدي. فكره التملك تقتل الحب دكتور؟ ولا تقويه؟ السؤال ده حلو. هو التملك مرتبط شويه بالغيره.
اوكي. زي ما بيقولوا كده الغيره الابن الشرعي للحب. ما هو التملك كمان، التملك زيها، بس هي النقطه انه حتى الغيره، وانا عامله جزئيه في الكتاب عن الغيره. مش هقول ان انا قريتها علشان شيماء ما تزعلش، مش هقول سمست. يعني الغيره طبيعيه، واحيانا بتكون كمان مطلوبه. مطلوبه، ما هو صحيح. وبالذات الست تحب تحس ده في ساعات بيقولوها، يعني انت ما بتغيرش عليا. بالظبط. وكمان ساعات ازواج بيقولوها لزوجاتهم، انت ما بتغيريش عليا ليه؟ انت ما بتقوليليش انا رايح فين، انت ما بتساليش ليه؟ صح. وفي نفس الوقت الغيره الزياده هتخنق وتبوظ العلاقات. صحيح. فهي والتملك نفس القصه. ما هو ايوه، التوازن شيء جميل. أيوة. في كل الاشياء لازم نعرف ازاي نبقى اصدقاء. لازم نعرف اقدر اقول لك اي حاجه مضايقاني من غير مخاف منك، والعكس. يعني انا مثلا كان عندي 2 اصدقاء، هو يقول لمراته فلانه عنده صديقه عايزه تقابلني، عندها موضوع، روح قابلها طبعا. تحبي تيجي معايا؟ لا، هي عايزاك انت. هي واثقه في ثقه. هنا بقى فكره الثقه ما بين الزوجين. مش معنى كده انها ما بتغيرش، لا، بس هي عارفه الشخصيه اللي هيقابلها، هي عارفه، ففي ثقه وعارفاه هو قبل كمان معرفتها للشخصيه الاخرى. بالظبط. فدي من الحاجات المهمه قوي. حاجه تانية، احنا كلنا مختلفين، الاخوات في البيت مختلفين. اوكي، بس ما ينفعش نخلي الاختلافات دي تعمل خلافات. ينفع ايه؟ نستفيد من الاختلافات، نكمل بعض مثلا، ما نصدرش التكامل اهم من التشابه. نكمل. انا دايما بقول كده، التكامل اهم من التشابه. يعني انت عارفه كنت دايما اشبهها بالمغناطيس، يعني الشمال واليمين بيتفقوا يلتحموا يعملوا كتله، لو زي بعض ممكن ما يتنافروا. بالظبط. وبعدين احنا زي ما قلنا ان في اختلافات بين الراجل والست. طيب في موضوع مشكله ما عند الراجل او عند الست، انا بفكر فيها مشكلتي، بفكر فيها بطريقه تفكيري انا النسائيه. يمكن ما نفعتش، الحل ما نفعش اللي انا وصلت له. طب ما انا اساله، طريقته هتبقى مختلفه. بالتاكيد. بالتاكيد طبعا اكتر شويه او بالظبط. فانا طب ما استخدم الطريقه دي، ايه المانع؟ استفيد من عقليته وهو يستفيد من مثلا من مشاعري، من احساسي، من ذوقي، من علشان نكمل بعض، وعشان يكون في استمراريه، ويكون في يعني روابط اقوى، والحب يكبر وينمو. يدعم. انا باخد رايك وانت بتاخدي رايي. بتحسسيني ان انا ليا دور في حياتك، مش انا مهمشه. بالزبط. وده يمكن خطا كتير جدا بيقع فيه كتير من الازواج وايضا من الزوجات، ان هي تاخد قرار بدون ما ترجع له، وهو ياخد قرار بدون ما يرجع لها. ليه؟ طب ليه؟ يعني هتعمل مشكله كبيره جدا، بتسيب اثر نفسي. فبيبتدي يبقى فيه يبعدوا بالتدريج. بالظبط. طيب دايما بقول يا جماعه لو سمحتوا احضنوا بعض كتير. الحضن بيعمل حاجات صحية مفيدة جدا قوي، ده علميا. يعني في مشاكل كتير ممكن تتحل بحضن. صحيح. من غير أنا آسف، من غير عتاب كتير، من غير كده احتواء. الحضن ممكن يقول، في ناس ما تعرفش تتكلم، ما تعرفش تعبر، ما تعرفش تعبر بالكلام كويس، لكن حضن هيوري. فاحضنوا حتى اولادكم. طبعا. طبعا. وازواجكم وزوجاتكم. ده على فكره الدراسه في مجال الطب النفسي. طبعا. يعني الحضن ده بيكون ليه تأثير كبير جدا جدا على نفسية الأولاد والبنات والأزواج والأصدقاء. يعني لما يكون حد متضايق جدا وحاسس بشيء من الكبت وحاسس بضغوط كتيرة، مجرد الحضن ده بيفرغ طاقات كبيرة جدا عنده سلبية وبيحولها إلى طاقات إيجابية، طاقات دوافع. انت عارفه ان ممكن فعلا الحضن يوفر جمل طويله جدا من الاعتذار ومن من ان انا اعبر عن مشاعري. ممكن اعمل كل ده بحضن واحد. مظبوط. فاحضنوا بعض. تخيلوا الحضن بيقلل ضغط الدم.
يعني بينزل ضغط فوائد يروح له صحيه ضغط. كتير. فدي حاجه مفيده جدا. الملل عدو البني ادم، وبيدخل طبعا الملل الزوجي ده واللي بيؤدي الى خرس زوجي. ده حاجه متعارف عليها يعني بين الازواج، او حتى بين المخطوبين اللي بقالهم فتره طويله والمحبين وكده، بس طبعا بين الازواج اكتر. يا جماعه خلوا بيتكم او حياتكم فيها ضحك، فيها رقص، فيها نكت، يجددوا، فيها يكسروا الروتين. بالظبط. قادرين تسافروا سافروا، مش قادرين تسافروا انزلوا تمشوا في جنينه. التعامل مع الطبيعه مهم جدا. الرتابه في العلاقه ممكن تعمل ملل، يبقى جداً. غيره، ملل، عدم تفاهم، عدم مشاركه، تصدير الاختلاف على انه هو خلاف. لا بالعكس، احنا عايزين الخلاف والاختلاف يبقى داعم لاستمرار العلاقه. ايه تاني نقطه عند حضرتك؟ نقطه مهمه قوي، لازم نتعلم ثقافه الحب. يعني او فن الحب. تمام. الحب له فنون وله انت بتعملي مشروع، بتعملي له دراسه، او بتذاكري المهارات اللي انت عايزه تبقى عندك علشان مشروعك ده. طب انت بتحبي، لازم تشوفي مهارات عندك علشان تقدري توصلي للي قدامك ازاي تحبيه. لازم تدرسيه، لازم تحسني من سلوكياتك اللي ممكن تضايقه، والعكس طبعا، انا بتكلم على الطرفين. فالحب له فنون، وحتى في كتاب اسمه لغات الحب الخمسة، يعني برضو من الكتب المعروفة قوي، انه ادرس ازاي اوصل للي قدامي، اديله شوية وقت، يعني الوقت، تخصيص وقت، انه الخدمة اللي هي ازاي اساعده في شغله او في شغلها، او اساعد حد من قرايبه، أو ده بيقرب ليه شويه، بيقرب بالظبط. يعني لو انا اتعاملت مع الام او مع الاخوات بطريقه جميله وبطريقه لطيفه، هو هيكون مبسوط. بالظبط كده. انا هسعده بالتعامل الجيد ده، بدل ما اعمل معاهم مشاكل، وبدل ما افضل اقول له اخواتك مامتك تريح لهم الكلام ده. الخدمه بيجيب مشاكل. التقدير، التلامس الجسدي مهم جدا. اوكي. الهدايا حتى لو عبيطه، يعني انا دايما اقول الهديه، انا افتكرتك، يعني انا فكره التعبير بالهدايا ان انا فكرت فيه، لغه او اسلوب تعبير عن وعايزه ابسطك، وخدت من وقتي ومن تفكيري. مظبوط. دي معنى الهديه. واصلا الهديه انا لسه كنت بقول لواحده، فكري، هو اسالي نفسك، هو جوزك ده جاب لك مره وهو جاي ورده، جاب لك ايس كريم، جاب لك شوكليت، اي حاجه هبله؟ ده سؤال مهم، لان دي تاتشز بتفرق قوي مع الست بالذات. هو الراجل هدايا مختلفه، الراجل هاتيله حاجه مفيده، صح. يعني هديله بلوفر هو محتاجه عشان هو مش فاضي ينزل يجيبه. ما يمكن في بعض الرجاله يعني ثقافتهم او افكارهم ما بتميلش لاتجاه الورد ده. بالظبط. بس هو مش معناها ان هو ما بيحبهاش، لا بالظبط خالص. بس ومش شرط تكون هي عايزه ورد، انا بقول مثل يعني حكايه الايس كريم زي هند صبري، انا عايزه ورد يا ابراهيم، انا عايزه ورد يا ابراهيم. لا ممكن يروح يجيب لها ذهب بس ما تتبسطش، هي عايزه ورد، هي محتاجه التاتش ده. يعني في مره تانية هو ما يمنعش خالص انه يجيب كباب وكفته وهو جاي، ما عندوش مشكله. جميل، رائع يعني. بس على فكره موضوع الورد ده اصله جدلي جدا. موضوع يعني خلاص يا رجاله، هم الستات بتحب الورد، بتتبسط بالورد، هاتوا لهم ورد. يعني ايه الصعوبه في كده؟ حتى لو انت مش مقتنع. شوكولاتايه انت طالع. بلاش عشان الاعلان. بلاش عشان الاعلان. اي نوع شوكليت يعني. اي نوع شوكليت، انا مش بقول اوكي. لو هي بتحب الشوكليت هتنبسط قوي، بتفرح. يعني دللها كده زي ما تكون هي بنتك، زي ما تكون هي بنتك. انت بتتعامل مع بنتك ازاي؟ هي عايزه تحس بالاحساس ده، وخاصه في مرحله عمريه معينه. والله في كل يعني زي ما حتى بعض الستات يروحوا يقولوا ايه، هو انت ما بقتش تعمل لي مش عارفه ايه، هو انت ما بقتش تجيب لي ايه، هو انت ما بقتش تخرج لي، هو انا راحت عليا. ايوه، كل ما بتكبر دايما ان هي في كل مراحلها العمريه مطلوبه ومرغوبه. والبرنسس بتاعتك يعني.
ونفس القصه هي لازم تعمل معاه كده. طبعا لازم تدلع جوزها، لازم تحسسه ان هو مفيش زيه على وجه الارض. التقدير ده مهم جدا. صحيح. جدا. الحب بين الحلال والحرام بقى، دي جزئيه برضو انا اتكلمت فيها وقلت طبعا يعني هو اكيد حلال. الرسول عليه الصلاه والسلام قال على السيده خديجه رضي الله عنها: لقد رزقت حبها. فاذا الحب ده حلال. رزق. ليه الناس بتعتبره حرام؟ لانه للاسف تحت مسمى الحب بيبقى فيه بعض التصرفات او افعال قد تكون يعني هي دي غير اللي حرام. مقبوله. هي دي اللي حرام. انما الحب في حد ذاته الحب بلا تجاوزات حلال. حلال ومطلوب اظهاره من كل الناس. بالظبط، بين كل الناس. حبوا بعض يا جماعه. مش شرط. أيوة. يعني المفهوم اللي هو بيقتصر على العلاقه ما بين يعني الرجل والمراه، ولكن الحب في معناه الشمولي ما بين كل الاطراف. صحيح. في وقت اقول نقطه تانية؟ يا ريت. في حاجه بنتكلم عنها اسمها التطوير والتغيير. اللي هو احنا اتجوزنا واحنا صغيرين مثلا، وحبينا بعض واحنا صغيرين واتجوزنا. كان هو يعني في بدايه طريقه وانا في بدايه طريقي في شغلي. اوكي، كبرنا، اتطورنا، حصل تغيير لاي فرد فينا. انا اتطورت في شغلي، هو اتطور في شغله. بتلاقي الطرف الثاني ابتدى يتوتر. واحيانا كتير بالذات الراجل مثلا، يعني مثلا كان مدرس بقى بيزنس مان، فتيجي الست: لا ده بيعرف حد عليا، ما بقاش يقعد معايا زي الاول. لا ده بطل يحبني، ده عشان مواعيده اختلفت نتيجه لطبيعه العمل لانه غير. بالظبط. يعني هو ما بقاش مجرد موظف، بقى مسؤول. ما يخلصش الساعه 8 ويرجع الساعه 2 الظهر. أيوة. يعني فانت تتاقلمي وتطوري وخليكي مساعده ليه. ايوه. انت لازم انت تقبلي هذا التغيير، ويا ريت انت كمان تتغيري. حضرتك ده بيتغيروا في نوعيات الاكل. انا كنت بحب كذا بقيت احب كذا. طريقه اللبس وطريقه الكلام وطريقه تناول الموضوع ونظرته للموضوع والمكان اللي كان بيتفسح فيه ومواعيده، كل ده. وهي كمان برضو ساعات تلاقي واحده كانت بتشتغل شغلانه وبعدين اتطورت بقت مديره مثلا، فاذا هي مضطره ترجع في وقت متاخر شويه، هي مضطره معلش من بالليل هتعمل الاكل، هو برضو لازم هو كمان يطور نفسه بالظبط ويتاقلم. انا بتكلم على الطرفين. بالظبط، على الطرفين. التطور والتغيير ده طبيعي ومطلوب. يعني ده لو فضلوا طول الوقت زي ما ابتدوا تبقى مشكله. مفيش بقى. تبقى مشكله. صحيح. بالعكس، طول ما في طموح في تطور وتغيير، فلازم الطرف الثاني يكون برضو عنده استعداد للتطوير ويواكب معاه علشان ما يفقدش، ما يبقاش في فجوه بقى بينهم. التواصل بقى بينهم يبدا يحصل فيه مشكله. بالظبط. طب في مرحله من المراحل يعني العمريه اللي احنا بنمر بيها ممكن الحب يتقتل فيها او من خلالها، او ايه العوامل اللي ممكن تخلي الحب يتقتل؟ ما هو العوامل اللي تخلي الحب يتقتل كل اللي احنا اتكلمنا فيه، كل اللي احنا اتكلمنا فيه، الغيره، التفاهم، المشاركه. وحاجتين: الخيانه المتكرره. طبعا اكيد ده يقتل الحب. انا عايزه اعرف كل المعلومات القيمه دي موجوده في كتاب مملكه الحب. لا في اكتر طبعا. طيب في اكتر. الكتاب بقى قولي لنا سريعا كده، لو انا عايزه اقراه اجيبه ازاي؟ تجيبيه من نادي الصيد. ايوه. اوكي، انا اقول لك المكتبات. ايوه. ومن مول الترجمان بوسط البلد، ونادي الزهور، ونادي 6 اكتوبر، ومكتبه مسجد الحصري في 6 اكتوبر، ومكتبه هايبر 1، واكاديميه الاخبار. عشان نعيش في مملكه كبيره كلها حب في حب، فمحتاجين ان احنا ندور على كتاب مملكه الحب في الاماكن اللي الدكتوره هاله قالت لنا عليه. والى هنا بتنتهي حلقتنا اعزائي المشاهدين، والى لقاء قريب ان شاء الله. شكرا يا دكتور على اللقاء الجميل وعلى المعلومات القيمه. استنونا. شكرا دكتوره هاله. شكرا.